سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نهضروا على سعاد جوهرة مغربية. كما كتعرفوا الإخوان أنه بالنسبة لسعاد كثر عليها القيل والقال، واكيد انه خرجت في واحد القناه او لا واحد السيد في واحد القناه ديالو وكان كيهضر على اساس ان سعاد جوهرة مغربية تصبات عليه. وانتم عرفتوا الاخوان بلي اننا حنايا ما كنظلموا حتى شي واحد، انا كنهضر على راسي وكنهضر على شي ناس اخرين اللي صراحه حتى هما كيشابهوني في الراي ديالي. وبالنسبه للراي ديالي حتى انا كيكون محترم، والراي ديالي حتى شي واحد ما تيغيرو، واكيد انا كنشوف وحتى نتوما كتشوفوا الاخوان، كل واحد عنده الراي ديالو، كل واحد وكيفاش كيشوف الاشخاص اللي كيتبعوه. لهذا انا اليوم غادي نعطي الراي ديالي حول التصرفات ديال سعاد جوهرة مغربية، ولكن انا ما غاديش نهضر بالضبط على اساس دوك التصرفات اللي تغيروا في سعاد جوهرة مغربية اللي بدلات بزاف ديال الحوايج. ولات كتبان بلا زيف، ولات كتلبس شي لباس يعني ماشي حتى لهي، ولات كتمشي للتيك توك، ولات كتشطح، ولات كدير يعني بزاف ديال الحوايج مازال غادي نهضر عليهم ان شاء الله غير شويه دوسمون. انه بالنسبه لبعض الناس كيقولوا كيسحب لهم ريسون بلي انه سعاد هي كتعطينا ولا حنا كنهضروا عليها وكنحسوا لها الكابا حيتاش هي باغا دير لنا ولا بغينا منها الدعم ولا شي حاجه. انا ما باغي الدعم حتى شي واحد، انا فقط غادي نهضر على راسي وغادي نعطي الراي ديالي، واللي عجبو الحال تبارك، واللي ما عجبوش الحال سوقوا هذاك. انا فقط ندير داكشي اللي عليا، يعني كبصفتي واحد المنتقد، واحد الشخص اللي كينتقد المحتوى ديال الناس، انا غادي نهضر على اساس سعاد جوهرة مغربية. وبزاف ديال الاشخاص كيقولوا لا نتوما حكا الحاسين الكابا ما كتهضروش على سعاد جوهرة مغربية حيتاش هي ولا هي فعلات ولا هي دارت. ما تصحابش ليكم بلي ان سعاد هي واحد الملاك اللي ما كديرش الاخطاء، راه حتى هي عندها الاخطاء ديالها، ولكن كما قلت لكم مازال غادي نصبرها ديالو بصح على اساس داكشي اللي كدير وعلى اساس داكشي اللي كنشوفوه، لانه كاين بعض الناس كيقولوا هاد الهضره هادي وكيصحاب لهم لان حنا ما كنشوفوش وحنا ما كنتبعوش. غير بلاتي والاخوان شويه بشويه وغادي يبان كلشي. المهم بالنسبه لهذا الفيديو كما قلت لكم غادي نهضروا على اساس النصب والاحتيال ديال واحد الشخص اللي نصبات عليهم يعني جوهرة مغربية، هما اللي كيقولوها باللسان ديالهم، واكيد ان الزوج هو اللي خرج في القناه ديالو وكيهضر اللي الاسم ديال القناه ديالو اللي ماشي مشكل باش نبارطاجيو هذا السيده، لانه كيبان لي بحال واحد الانسان اللي هو محقور، وما نساوش بلي انه عنده بعض الحقائق اللي كتدل او اللي كتثبت بلي ان سعاد يعني كتمثل او لا عندها خطط مع بوكريشه ولا شي حاجه بحال ما هكا، وكلهم متفقين. فلهذا الاخوان كما كنقول لكم حنا ضد اي واحد كيستحمر في المتتبعين، وحنا ضد اي واحد كيمثل باش انه كيبين للناس بانه راه زوين ولكن في الحقيقه ديالو فهو خايب والداخل ديالو خايب. فلهذا الاخوان هذا هو الموضوع ديالنا اكيد، وغادي نهضروا على اساس هذا الموضوع هذا وغادي نناقشوه بكل تفصيل يعني نقطه بنقطه. فقبل ما ندخل في الموضوع، الا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تنساش تهبط لتحت تورك على زر الاشتراك وتفعل ميزه زر الجرس باش يجي كل جديد. وما تنساوناش الاخوان من لايك الفيديو وواحد التعليق يكون تحفيزي، وما تنساوناش من البارطاج ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو لاوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. والان الاخوان على بركه الله نبداو بصلب الموضوع. والموضوع ديالنا الاخوان فهو متعلق بالنصب والاحتيال عن طريق الدعم ديال القناه او الدعم ديال القنوات بصفه عامه. بالنسبه للناس يعني اي واحد نعطيكم واحد الفكره عامه حول هذا الدعم هذا. بالنسبه لبعض الناس اللي صراحه كيبداو في القناه ديالهم، ماشي من ضروري باش ان القناه ديالك يلاه تكون باديه، وانما يعني كيكون واحد الانسان كيكون عنده واحد المحتوى يعني كيدير واحد المحتوى ديالو وكيكون عنده واحد المجموعه ديال الناس اللي كيتبعوه، ولكن ديك المشاهدات اللي كيجيبها كتكون قليله. وكيفاش كيبغي باش انه يطور المحتوى ديالو باش يبينوا للناس باش انه يقلبوا عليه، يعني كيمشي كيطلب الدعم من طرف واحد القناه اللي هي كبيره اللي كتجيب مشاهدات كثيره وعندها لي زابوني كثار. يعني اغلبيه ديال الناس يعني كيقولوا كيسحاب لهم راسهم فاش غادي يمشي لعند داك مول القناه اللي عنده القناه كبيره ويطلب منه الدعم، واخا غادي يخلص وغادي يطلب منه بعض الشروط اكيد صافي راه غادي يطلع ديريكت. هادي راه ما كايناش. باش نجيكم انا من الاخر، اي واحد كان باغي باش انه يدعم القناه ديالو ما يقولش مع راسو بلي انه صافي ان فوا غادي نعطي فلوس لهذا الفلان هذا راه دوك لي زابوني اللي عنده راه غادي يجيو عندي يتابوناو عندي، ولا ما عجبهمش داك المحتوى ديالك. يعني ديما بقى دير الاحتماليات ديالك. وبالنسبه للناس اللي باغيين او ناويين باش انهم يديروا هذه الخدمات ديال الدعم يعني بالمقابل، خاصك تعطيهم بعض الشروط وتقول لهم بان راه انا ماشي مسؤول، انا غادي ندير اللي عليا، ندير لك يبانكلي سميتو ديال القناه ديالك نديرها في اي فيديو لحتو معاك انت، وغادي ندخل معاك نصور معاك شي فيديو على حسب داكشي اللي درتي معاه انت. وفي نهايه الامر ما تجيش تصد عليا راسي وتقول لي حقا لا راه المتتبعين ما تطلعش للمشاهدات من نهار فاش صافي مشيتي ولات المشاهدات عندي ولات هابطه، يعني انت نصبتي عليا. واي واحد ممكن يقول لك راه نصب عليا فلان، يعني اي واحد غادي يخرج ويقول لك راه نصب عليا فلان وفلان،
لانه درت معاه الدعم وعطيته في القدا وقدا، وهو بصفته هذا السيد هذا عطاه اولا عطاه واحد اش نقول لكم مكافاه اولا هديه بمثابه واقيلا 25,000 درهم تقريبا يعني ديال الذهب. وهنا كنكتشفوا بلي ان سعاد يعني كتبين بلي ان راسها يعني باغا غير شي حاجه يعني طماعه بحال هكا. وفي نهايه الامر حنا ما غاديش نحكموا لا على سعاد، ما غاديش نحكموا على هذوك الناس اللي تنصب عليهم، حنا ما غاديش نبينوا حتى شي حد، لانه لحد الان مازال ما تحط شي دليل اللي كيبين بلي انه سعاد ما دعماتش دوك الناس. وحنا بصفتنا انه شفنا دوك الناس وكيبان الناس محترمين واكيد انهم ما غاديش يخرجوا وغادي يهضروا غير هكذاك. والمشكله اش نقول لكم المشكله في هذا الشيء كامل ان هاد الناس هادو كانوا عارفين الحقيقه ديال هاد الاشخاص هادو ومازال كانوا كيدعموهم وكيمشيو لعندهم وكيديروا بزاف ديال الحوايج، وهما كانوا مغطين على اساس هاد الامور هادو. من بعد ما وقعت لهم الواقعه عاد بان لهم باش انهم يخرجوا ويفضحوا دوك الاشخاص بديك الطريقه. انا ضد هذه الفكره هذه وانا ضد هذا الشيء كامل، لانه كل واحد كنقولوا عنده مصلحه في هذا الشيء كامل. هو براسو كيقولها في لا فيديو، يعني القناه ديالو تقريبا يعني الاسم ديالها يوسف اند فاتي تقريبا، وبالنسبه للقناه اللي بغات تدعم ليه يعني جوهره مغربيه كانت هي فاتي شي حاجه بحال هكا ديال الزوجه ديالها. وقال لك بانه يعني الزوجه ديالو مرضات بسبب جوهره مغربيه لانه ما دعماتش لها القناه وما دارش وما وفاتش بالكلمه ديالها. وقال لك حتى فاش كنلوح الفيديو باش كنصوني عليها باش ان هي تيبانغلي الاليان وتبارطاجي الفيديو ديالهم ما كتجاوبش. وهنا قال لك السيد بانه غادي يفجر هاد المعمعه هذه كلها وغادي يبين الحقيقه وعنده الادله وعنده ما يثبت وعنده بزاف ديال الحوايج، وكيقول اي واحد كان باغي باش انه يشد الحقيقه يتواصل معاه. فلهذا بالنسبه لهذا الشيء دابا اللي واقع ديال النصب والاحتيال، فبالنسبه لسعاد هي متهمه بالنصب والاحتيال على هاد الناس هادو، لانه هي يعني بعض الناس اللي صراحه كيقولوا في التعاليق ديال داك الشخص كيقولوا بلي ان السيده راه دعماتكم، يعني دارت لكم الدعم دارت لكم كل شيء، ولكن الناس ما عجبهمش المحتوى ديالكم. يعني الناس ما باغيش داك المحتوى ديالكم، يعني داك الشيء علاش انه ما شفتوش واحد تطور في المحتوى ديالكم وما شفتوش المشاهدات طالعه وداك الشيء كامل. فلهذا كما قلت لكم هذا هو الميساج اللي بغيت نوصلو لاي واحد كما كان. بغيتي تدعم خدم على قناتك، خدم على قناتك مزيان، او لا سير شوف لك شي واحد اللي عنده نفس المحتوى ديالك نفس المحتوى اللي كدير، سير عنده هو عنده قناه طالعه ديك الوقيته سير عنده طلب منه الدعم. ديك الوقيته راه نضمن لك بعدا واحد النسبه ديال الناس غادي يدخلوا لعندك وغادي يعاونوك، لانهم هما باغيين كيبحثوا لك المحتوى اللي عندك، ماشي انه انت المحتوى ديالك مختلف وتمشي عند واحد الشخص اخر كيدير مثلا الفلوغات او كيدير مثلا الشهوات وانت كدير الضحك. فكان مقارنه بين هاد الجوج هادو، يعني في نهايه الامر هذا ما غاديش يتبعك، واكيد الا كان مشات لعندك يعني دار غير الرغبه لذاك الشخص لانه رغبهم وقال لهم دخلوا عافاكم عند هذا السيد هذا وتابوناو عنده وديروا له لايك، هما غادي يدخلوا وغادي يديروا لك لايك ويتابوناو. ولكن اليوم غدا غد ليه يبقى يطلع لهم الفيديو ديالك غادي يملوا منك وما غاديش يبقى يدخلوا لعندك وما غاديش تبقى تجيب له مشاهدات. يعني هذا نداء لكاع اي قناه كما كانت، خدم على قناتك باي طريقه كما كانت، ما تسناش شي واحد يدعمك، يعني حاول ما امكن تصنع المحتوى لراسك، يعني ما تبخلش، واخا تشوف المشاهدات هابطه ما تبخلش، يعني خدم وشوف فين كاين المشكل وقلب على مواضيع وزيد حفز راسك باش انك تخدم. يعني ما تسناش شي واحد حتى يجي عاد انه تقول لي عافاك اخويا ما دعمني القناه وبقى تعطيه مازال فلوس. والمشكله انا كنتعجب هاد الناس هادو باغيين الدعم وكيعطيو واحد المبلغ مهم، مثلا كي بحال هاد السيد دابا اللي مشى ليه دابا الذهب ديالو كيقول بلي مشات ليه 25,000 درهم. 25,000 درهم هادشي معاه غير الفم. وبالنسبه لدابا من نهار فاش فتح هو القناه ولا ديك الزاويه اللي فتحت ليه القناه محال كاع واش وصلت داك المبلغ، وهما كانوا كينتظروا باش انه يشدوا واحد المبلغ مهم. حتى هما راه عندهم الطمع، ما نكذبوش، حتى هما معاهم الطمع، كانوا معولين باش انهم يجيبوا كثر، ولكن في نهايه الامر خوات بهم. وماشي هي نقولوا بلي انا هي عاوناتكم ودعماتكم، ولكن نتوما خوا بكم كل شيء. شنو دابا شنو غدير؟ غتشدوا داكشي اللي بغيتو اولا بغيتو من ديك السيده باش انها ترجع لكم الذهب ديالكم؟ وإلا كانت نفترض بلي ان هي شافت الفيديو وشافوا الناس بلي ان راه كانت كتبارطاجي بشهاده المتتبعين ديالها، وشفت انا تعالى كيقولوا بلي انهم راه هما بارطاجاتكم وداك الشيء كامل، وكيما كتصرحوا نتوما عندكم ادله والبراهين اللي كتثبت بزاف ديال الحوايج، ايوا حطوا للناس يعني ما يثبت وبينوا هاد الناس هادو، نشوفوا هاد الناس هادو ونبينوا على حقيقتهم ويبانوا على الوجه ديالهم الحقيقي، يعني بلا ما نغطيو الشمس بالغربال ونقول لا حكا فلان كنعرفوا لا فلان غادي يدعمني خليني باش انني انا نغطي عليه وهو يدعمني، اولا نحس ليه الكابا باش هو بقى يقول لي انت برافو عليك انت تصلح لي وبقى يبارطاجيني في القناه. يعني انا نشهد الزور باش انه واحد الانسان يقول لي مرحبا بك وبقى يبارطاجي في القناه، بالنقص من داك البارطاج. الا كانت هي شهاده الزور بالنقص منها،
الا كانت عندك شي حاجه ولا بغيتي دير شي حاجه لوحها في المحتوى ديالك وخدم، وما تسناش من شي واحد اخر باش انه يعاونك. المهم هذه رساله كاع القنوات وكاع اي واحد كان مازال ناوي باش انه يدعم القناه ديالو بهذه الطريقه هذه ما يديرهاش. ودابا راه الحمد لله راه اليوتيوب راه عاطيه بزاف ديال الحوايج وعندك بزاف ديال الاقتراحات. ممكن انك دير الترويج للقناه ديالك يعني باقل تكلفه. عرفتي شنو هي اقل تكلفه؟ ومازال كيقول لك الا ما بانش لك النتيجه هما راه كيردوا لك الفلوس ديالك في الشهر الثاني، كيرجعوا لك ديك 45 دولار. والناس اللي ما كتفهمش في اليوتيوب يعني راه هادشي راه كلشي موجود، ما تسناش من شي واحد اخر بقى يبربل عليك ولا بقى يقول عليك لا حكا لا شوف اجي راه عطينا قدا كيقول لك ما بالي خير. ديك 45 ما دات ما جات، والمشكله غادي ترجع لك، هما كيرجعوها لك، هما كيعطيوك كبرهان. كتشوف النتيجه، الا عجباتك النتيجه ولقيتي التفاعل في القناه ديالك ولقيتي بان داك الدعم اللي داروا لك اليوتيوب بنفسهم عجبك، يعني ديك الوقيته كتعطيوهم عاوتاني وكتخدم، يعني ديك الوقيته كتخلصهم. ولكن ما كيرجعوهمش ليك مازال، لانه نتايا بحال قلتي انك وليتي مقتنع بديك الخدمه اللي قدموا لك. فلهذا الاخوان الانسان انه يقلب ويبحث، راه اكيد كاينين بزاف ديال الطرق وبزاف ديال الحوايج باش ان الانسان يتعرف بالقناه ديالو اللي يبارطاجيها باي طريقه كما كانت. ولكن كما كنقول لكم المحتوى هو كل شيء. اذا كان المحتوى زوين الناس راه غادي يتبعوا. شوف داكشي اللي باغي الناس، شوف المحتوى اللي متبعينه الناس وديروا بشي طريقه ديالك اللي تكون زوينه. سواء كان المحتوى خايب انت ديروا بواحد المحتوى اللي هو زوين، دير بواحد الطريقه اللي هي زوينه اللي تقبلها الانسان وخلي واحد البسمه ولا واحد الكاركتير يكون زوين عندك باش ان الناس يتسناو الفيديوهات ديالك باش انك تلوحهم وينتظروك بفارغ الصبر باش انك تلوح شي حاجه. وإلا غبتي عليهم بقى يصيفطوا لك، بقى يقول لك فين غبرتي، يعني بقى تشوف لي كومونتير فين غبرتي. يعني هذا هو المحتوى الهادف، ماشي انك تتبع شي حاجه اخرى بقى دير شي محتوى اللي ماشي تهلها الناس، راه ماشي بغيو. المهم اخوان اسمحوا لي واخا طولت عليكم في هذا الفيديو هذا. وبالنسبه لسعاد جوهره مغربيه خاصك تخرجي توضحي للناس هذا الشيء اللي واقع ونشوف واش فعلا انت نصبتي على هاد الناس هادو وكيفاش غادي تبرري هذا الشيء ديالك، لان السيد عنده ما يثبت وكنتظروا من داك السيد باش انه يبارطاجي هذا الشيء كامل باش نشوفوا حنايا ونشوفوا يعني اي حاجه شفتيها بالدليل وبالبرهان. اكيد ماشي بحال الهضره كتقال، لان الهضره كتقال اكيد كل واحد غادي يخرج ويبقى يقول، وحنا ما غاديش نظلموا حتى شي واحد. واكيد كل واحد دار شي حاجه راه غادي ننزلوا عليه ديال بصح. حنا ضد الاستحمار ديال المتتبعين وما تستحمروش في القنوات الاخرين وما تبينوش للناس واحد الصوره زوينه وانتم يعني عندكم الصوره اللي هي اخبث. فلهذا الاخوان سمحوا لي على اساس هذا الفيديو. كاينين بزاف ديال الناس اللي ما عجبهم هذا الشيء دابا اللي قلتو في هذا الفيديو، ولكن هذا الشيء اللي كان الاخوان تقبلوه باي طريقه كيف بغيتوا تقبلوها. المهم سواء كنتو نتوما عجبكم هذا الشيء هو هذاك، ما عجبكمش المهم تقبلوا هذا الشيء. الهضره اللي كاينه راني قلتها لكم وبارطاجيت معكم الراي ديالي. هذا الشيء كيهمني انا بوحدي، ما كيهمش شي واحد اخر. اللي عجبو الحال تبارك الله، ما عجبوش الحال نتوما عارفين البيبان واسعين واعراض على كتافكم. المهم كنهضر على اساس الناس اللي ما عجبهمش الهضره ديالي. المهم داكشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ولا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل ميزان زر الجرس باش يجيك كل جديد. وما تنساوناش الاخوان لايك الفيديو وواحد التعليق يكون تحفيزي. وما تنساوناش من البارطاج ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو لاوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.